ربما يخاف بعض الترش عليها تقدم بالتدريج. تصدقون أو لا تصدقون ما الذي يفعله جنود الاحتلال في القدس؟ نسمع عن الجيوش، ونسمع عن الجيوش التي ستأتي لتحرير القدس، ونسمع عن الصواريخ والغواصات والطائرات الحديثة والنفاثة، لكن على أرض الواقع لا ترى في القدس إلا مجموعة من الشبان الغاضبين. أحد الشبان الغاضبين من القدس استفزته مجندة إسرائيلية لدرجة حمل السيف في وجهها، ثم قامت برشه بالفلفل، فسحب سلاحها وأطلق النيران عليها مرة ومرة ومرة، لكن البندقية لم تنطلق. بالصدفة كان هناك من يصور الحادث. هذا ما يحدث في القدس بعيدا عن شعارات السياسيين. هنا في منطقة شارع صلاح الدين في القدس الشرقية جنود ومجندات من حرس الحدود الإسرائيلية يستفزون السكان. هذا وائل استفز جدا فأشهر السيف في وجههم وقال: انصرفوا من هنا، ابتعدوا عن مكاني، ابتعدوا. ثم تجمع الشبان الفلسطينيون: ابتعدوا من هنا، قال لهم: ابعدوا عني. فجاءت مجندة وقامت باستفزازه أكثر وأكثر. أهالي القدس يقفون، هذا في شارع صلاح الدين، ثم فجأة تأتي مجندة وترش في وجهه الرذاذ الفلفل الأسود. ماذا فعل وائل؟ هجم عليها أمام جميع الجنود، لاحقها في شارع صلاح الدين، هرب الجنود من وجهه، لحق بها أمام الناس جميعا، جردها من سلاحها، أخذ السلاح، أطلق الرصاص عليها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، تعطلت البندقية، المجندة أغمي عليها من الخوف، ثم الجنود بدأوا بإطلاق النار في الهواء، خافوا من وائل المجرد الأعزل، ثم بدأوا بضربه بعد أن رشوه بالغاز، ضرب وضرب وضرب جميع الجنود عليه، وهو لا يريد أن يترك، يريد أن يقتل المجندة التي أهانته أمام حانوته. ثم المجندة ما الذي جرى لها؟ يفيقونها، أغمي عليها من الخوف، أغمي عليها من الخوف ولن تستطع أن تقف على رجليها، ووائل يقاوم وهم يضربون وائل ويرشونه بالفلفل في وجهه كما نرى. والسكان تجمعوا وبدأوا بضرب الشرطة، والشرطة تضرب بهم، والشرطة تضرب، والشبان في القدس يهجمون وهم عزل ما بأيديهم سلاح. هذا كان يبيع سوفونير في محل للسياح، ثم استل السيف الذي يبيعه للسياح وهاجمهم. وكما نلاحظ المجندة أغمي عليها حين شاهدت وائل. سنأخذ هذا الشريط ونقدمه للمحكمة ليحكم عليه بمحاولة القتل، يقول مسؤول في الشرطة.